رسميا نادي الزمالك بيقدم عرض لإلياس الجلاصي لاعب خط وسط نادي المصري البورسعيدي مقابل عبد الله جمعه، ويدفع نادي الزمالك مقابل مادي. العرض اتقدم رسمي من نادي الزمالك لنادي المصري البورسعيدي. كنت قلت لك قبل كده في حلقه سابقه ان نادي الزمالك جاله عرض رسمي كده من نادي المصري البورسعيدي باستعاره عبد الله جمعه لمده 6 شهور او البيع النهائي لو نادي الزمالك حب. عشان كده نادي الزمالك طلب من نادي المصري البورسعيدي الدخول في صفقه الياس الجلاصي، لاعب خط وسط عصري جدا جدا، لاعب بيلعب مركز كده 8 بوكس بوكس وبيقدر يلعب 10، صانع العاب كما يقول الكتاب، حقيقي لاعب مهم جدا جدا جدا. لو نادي الزمالك قدر يتعاقد مع هذا اللاعب، فنادي الزمالك كده قدم عرض رسمي وهو مبلغ مالي على عبد الله جمعه، والتخلي عن عبد الله جمعه على سبيل الاعاره لمده موسم وعليه مبلغ مالي. خلينا نشوف الصفقه هتروح لفين، لكن نادي الزمالك قدم عرض رسمي ده الاهم، وحتى الان لم يتم الرد على نادي الزمالك سواء بالموافقه او بعدم الموافقه. خلينا نشوف الايام القليله الجايه او الساعات القليله الجايه كمان، مش الايام، هتبين لنا ايه. ولكن الصفقه في طريقها ان شاء الله، ان شاء الله لو نادي المصري يوافق على الصفقه هتكون صفقه قويه جدا جدا واضافه قويه جدا جدا لنادي الزمالك وخط وسطه. جون ايبوكا، سيراميكا كليوباترا طلب من نادي الزمالك 30 مليون كاش، 30 مليون كاش ياخدهم كده على الترابيزه زي ما بيقولوا، ويسيب لنادي الزمالك جون ايبوكا والباقي يتقسط. ولكن نادي الزمالك حب بقى يعمل ايه؟ نادي الزمالك قدم لهم العرض ان هو يدفع لهم 14 مليون جنيه ويقسط الباقي، لكن سيراميكا كليوباترا متمسك بهذا المبلغ 30 مليون جنيه كاش و10 مليون جنيه، يعني في النهايه يكونوا تقسيط، والمجمل للصفقه 40 مليون جنيه. يعني بصراحه صفقه هتكون من الصفقات القويه جدا، ولكن المبالغه في المبلغ المالي صعب جدا جدا يوفره نادي الزمالك. عشان كده تدخل مرتضى منصور في الصفقه بشكل يعني رسمي وبشكل شخصي عشان ينهي الصفقه باقل من هذا المبلغ، لانه مبلغ كبير جدا جدا، 40 مليون منهم 30 مليون كاش كمان، فالمبلغ بعيد جدا جدا. لكن عايز اقول لك عزيزي الزمالكاوي ما تقلقش، الصفقه هتخلص، هتخلص. جون ايبوكا هيكون في نادي الزمالك قريبا عاجلا ام اجلا، ايبوكا هيكون في نادي الزمالك قبل ما يعدي يناير، وايبوكا هيكون مهاجم نادي الزمالك. لكن الصفقه طولت، طولت، ولكن كل ده سواء غلو صفقه جون ايبوكا وكل الكلام ده، هو كانت في ايدك اصلا الصفقه، وانت اللي رفضت جون ايبوكا كفريرا، يعني مش الاداره. على فكره الاداره ما عندهاش اي ذنب ولا اي مشكله، الاداره عرضت على فريرا وفريرا جاب كل الصفقات دي، وفريرا بقى جهبذ الغلابه، حب يعمل فيها الفيتك زي بيقولوا. فعمل فيها ايه بقى؟ عمل ان هو تخلى عن جون ايبوكا، قال لك لا مش محتاجه، وجاب مين؟ يا ريت جاب حد صح يصلح لنادي الزمالك، جاب سامسون ايكينيولا. تخيل جون ايبوكا وسامسون ايكينيولا يتعرضوا عليه، يختار سامسون ايكينيولا. طيب كمان تخلى عن مين؟ تخلى عن مروان حمدي للنادي المصري. مروان حمدي كان واحد من اهم اللاعبين في نادي الزمالك، مفيش كلام كتير بيتقال بيقول لك انه اللاعب طلب الرحيل من نادي الزمالك، بالعكس ما طلبش الرحيل، ولكن فريرا ما كانش مقتنع بيه. فريرا ما كانش مقتنع بمروان حمدي، اللاعب اللي كان كيروش مقتنع بيه جدا جدا وبيديله دايما مباريات اساسيه على محمد شريف، ولاعب كبير جدا جدا مروان حمدي، ولاعب صغير السن كنت تستفيد منه، في ظل ان انت اصلا في الوقت ده ما كانش عندك الا سيف الدين الجزيري واللاعب عمر السعيد. كمان تخليت عن عمر السعيد، وبرضه واحد من اللاعبين اللي كانوا مهمين ومخلصين لنادي الزمالك، والله يعني واحد من المخلصين على الاقل، احسن من سامسون ايكينيولا واحسن من الجزيري في الوقت الحالي. ففريرا هو السبب في هذه اللعيبه، وكمان هو سبب في رحيل حمدي علاء، وكمان هو السبب في رحيل زكريا الوردي اللي ما قدرش يحتويه بعد المشكله اللي حصلت بينه وبين الجماهير وعدم الثقه بين الاثنين. كان ممكن يحتويه ويديله ماتشات ويديله كل حاجه، ولكن استبعد الراجل وباع اللاعب في اقرب فرصه، ذبح اللاعب. ففريرا ما عرفش دماغه فيها ايه، ما بقاش يسمع لاي حد، ما بقاش يسمع لاسامه نبيه، ما بقاش يسمع لسوده عبد المقصود، ما بقاش يسمع لاسماعيل يوسف. مش عارف فريرا عايز ايه، عايز يمشي. انا مش فاهم فريرا في ايه، يعني في ايه فريرا في صفقات كده كتيره جدا جدا بوظها على نادي الزمالك، وجاب صفقات ما تستاهلش لنادي الزمالك بموافقته، كل الصفقات بموافقه فريرا. يعني كان يقدر يقول لا حتى لو الصفقه مش تمام ولا الصفقه هتفيد نادي الزمالك، كان ممكن يقول لا، لكن هو وافق، خلاص يبقى الصفقه بتاعتك ومشكلتك وتحلها. فصفقات كتير جدا جدا فريرا هو السبب. هشام صلاح ظهير ايمن نادي الاتحاد السكندري مرشح للانتقال لنادي الزمالك، ونادي الزمالك قدم عرض رسمي لنادي الاتحاد السكندري، والاتحاد طلب 12 مليون حقيقي، يعني 12 مليون
في لاعب زي هشام صلاح، لاعب قدرات بدنيه وفنيه قويه جدا جدا، لاعب عنده طول، عنده برجل واسع، لاعب بيقدر يلعب دفاعي هجومي 10 على 10، عنده كروسات عاليه جدا جدا وممتازه جدا جدا، عاليه الجوده بجد بجد، لاعب مميز جدا واحسن من الموجودين عندك سيد نيمار، قتلته موتته ذبحته، عملت فيه كل حاجه، زي ما ذبحت سيف الدين او سيف فاروق جعفر، زي ما ذبحت يوسف اسامه نبيه في اول الموسم. فسيد نيمار في المكان ده يعتبر خلصت عليه معنويا. عندك كمان حمزه المسلوسي اللي بتديله ماتشات، والله يا حمزه المسلوسي انا بلعبه معايا في حجز كوره. حمزه المسلوسي اقل من نادي الزمالك واقل من الدوري المصري كمان، مش اقل بس من نادي الزمالك. كمان عندك عمر جابر، واحد من اللي كنا متعشمين فيهم خير، لكن عمر جابر يعني فقدنا الثقه فيه خلاص، يعني ما بيعملش اي حاجه جديده، سلم واستلم بس ادري بيعمله عمر جابر. طب ايه المفيد؟ يعني فعندك الناحيه اليمين دي بايظه تمام التمام خالص. فعشان كده نادي الزمالك قدم عرض رسمي للاتحاد السكندري، وخلال ساعات وخلال ايام قليله جدا جدا ممكن جدا نشوف هشام صلاح بتي شيرت نادي الزمالك. شوف صفقه هشام صلاح هتروح لفين، لكن انا اتمنى بشكل شخصي كده هشام صلاح يكون في نادي الزمالك، علشان ما عندناش باك يمين، ودي مشكله نادي الزمالك. يعني مشكله نادي الزمالك ان مفيش باك يمين، حتى اللي كان بيحرك زيزو وحده في الخط، بيرجع لورا بيخش لقدام، مفيش حد بيساند معاه في الباك رايت وبيعمل الزياده العاديه، او حتى بيساعده وبيعمل له اوفرلاب. يعني مسلوسي مع زيزو ميكس صعب جدا جدا جدا. عبد الله السعيد بقى بعد تصريحه مع هاني حتحوت هو زملكاوي خلاص، بعد ما اعلن مع هاني حتحوت شفنا التصريحات كتير جدا وخلاص شفناها. هاني حتحوت اعلن ان عبد الله السعيد زملكاوي، واعلن انه حابب يكون في نادي الزمالك، واعلن برغبته الصريحه لكل الناس انه عايز يروح نادي الزمالك، وده كلام كبير جدا من عبد الله السعيد، نجم نادي بيراميدز ونجم نادي الزمالك القادم ان شاء الله في نادي الزمالك، هيكون في يناير. اوعى تقولي سنه كبير ولا سنه ولا بتاع ولا خبراته قلت ولا الدنيا، خبراته كبيره جدا جدا جدا، واضافه قويه جدا جدا في طريقه نادي الزمالك ولعب نادي الزمالك وخط وسط نادي الزمالك. والله لو عبد الله برجل واحده افضل من ناس كتير قوي في نادي الزمالك، سنهم صغير، فالسن ملوش حكم والعمر مجرد رقم مش اكتر. فعبد الله السعيد يقدر يشيل نادي الزمالك للسنه ونص اللي هيتأيد بيهم مع نادي الزمالك، اللي هو اصلا مخلص مع نادي الزمالك لمده بعقد اللي يمتد لمده سنه ونصف مع نادي الزمالك. فعبد الله يقدر يشيل نادي الزمالك في خلال الفتره دي. نتمنى بس بيراميدز يتخلى عن اللاعب، علشان هو خلاص اعلن رسمي كده ان هو مش عايز يبقى في بيراميدز، ومش عايز يفضل في نادي بيراميدز، وعايز يروح نادي جماهيري وهو نادي الزمالك، واعلن رغبته وكل ده مع هاني حتحوت. فخلاص يعني في ايه من نادي بيراميدز ثاني يعني خليه يتخلى عن اللاعب. تعال اقول لك بقى خبر حلو قوي يعني. رسميا نادي الاسماعيلي بيقدم عرض رسمي لاستعاره سامسون اكينيولا. لا ده احنا نديهولكم بقى بيع نهائي، مش عايزينه. مبروك على نادي الاسماعيلي وخدوه من غير فلوس، والله من غير فلوس، مسامحينكم فيه، وحتى لو تألق معاكم مش عايزينه. يعني خلاص كده احنا يا رب بس نتخلص من هذه الآفة، يعني آفة والله في نادي الزمالك سامسون اكينيولا. فنادي الاسماعيلي قدم عرض رسمي لنادي الزمالك باستعاره سامسون اكينيولا، وده ان شاء الله يكون عرض موفق ونادي الزمالك يوافق عليه، وهيوافق عليه نادي الزمالك، وان شاء الله ينتقل سامسون اكينيولا مع الاسماعيلي، وان شاء الله يتألق مع نادي الاسماعيلي ويقدم مباريات كبيره، ويعني يا رب ينجد نادي الاسماعيلي من كبوته. اما عن فاكهه الكره المصريه في خط الوسط بقى واللاعب الرايق وكل اللي انت عايز تقوله عليه، قول لاعب خط وسط ممتاز، وتسلم العين اللي جابته لنادي بيراميدز. اللاعب بلاتي توريه على رادار نادي الزمالك في نهايه الموسم. نادي الزمالك داخل في الصفقه، ولكن مش هتكون في يناير. اللاعب هيحق له التوقيع لاي نادي في شهر يناير، لان نهايه عقده هتكون بنهايه الموسم الحالي. عشان كده نادي الزمالك بيفاوض اللاعب كده ويقدر يمضي معاه كمان، لكن ما مضاش اللاعب ولا اي حاجه. والاهلي في الخط، خد بالك، الاهلي في الخط مع بلاتي توريه. هو الاهلي كده، الزمالك دخل في صفقه يدخل معاه في صفقه تعرفش، ولكن في النهايه نادي الزمالك دخل في مفاوضات مع هذا اللاعب. اتمنى تخلص الصفقه دي نادي الزمالك. لاعب عصري، لاعب كبير قوي، شفناه في مباراه بيراميدز ونادي الزمالك، لاعب كبير وعنده خبرات ولاعب دولي وكل حاجه انت عايز تقولها. فلاعب موفق ولاعب كبير جدا جدا، وضمن حسابات نادي الزمالك وضمن حسابات فريرا وضمن حسابات اداره نادي الزمالك. اصلا بلاتي توريه ممكن جدا نشوفه في نادي الزمالك في نهايه الموسم مش في يناير، ولكن صفقه تستحق الاضافه لنادي الزمالك، وتستحق وهتضيف لنادي الزمالك. ناصر منسي لسه نادي الزمالك متمسك باللاعب، وقدم له العرض تقريبا ال 600 او ال 700. يعني ناصر منسي نادي الزمالك قدم عروض كتير لنادي البنك الاهلي، ولكن في النهايه نادي البنك الاهلي دايما بيرفض. خلينا نشوف نادي البنك الاهلي هيرد على نادي الزمالك بايه، ولكن نادي الزمالك تقدم بعرض رسمي للبنك الاهلي، ولسه حتى وقتنا الحالي البنك الاهلي بيدرس العرض، هيشوف بقى اذا كان هيوافق مش هيوافق. ولكن في النهايه
البنك الاهلي ونادي الزمالك مع صفقه ناصر منسي تحديدا. نادي الزمالك قدم عروض كتير للبنك الاهلي من السيزون اللي فات واللي قبله، ولكن البنك الاهلي رافض. فخلينا نشوف الايام القليله القادمه بقى هتبين لنا ايه سواء بالرفض او بالقبول. ولكن ناصر منسي واحد من اللعيبه المصريه اللي مش هتكلفك يعني مكان اجنبي او حاجه زي كده، فلاعب هيكون اضافه، لاعب قوي، لاعب لو تمت الصفقه اكيد طبعا هيكون لاعب من اللعيبه اللي هتضيف لنادي الزمالك. كمان الالماني جوي لاينز مايكل صاحب ال 28 عام، اللاعب الالماني صاحب الاصول الكونغوليه، لاعب بيلعب في نادي سباح الاذربيجاني، مرشح للعب في نادي الزمالك. مرشح للعب في نادي الزمالك، لاعب بيلعب في الدوري الاذربيجاني مع نادي سباح وهو عمره 28 عام. لاعب قوي، لاعب فايتر وعنده كل المقومات القويه. اتمنى ان نادي الزمالك وادارته يتعاقدوا مع صفقات تستاهل تيشيرت نادي الزمالك، ما نشوفش صفقات يعني تكون اقل من نادي الزمالك. بس دي كانت كواليس حلقه النهارده. اتمنى من نادي الزمالك بقى ولاعيبته يعني تكون على قدر المسؤوليه اكتر. كل التوفيق لزمالكنا فيما هو قادم، وفي النهايه سلام.